ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الذي أرسل رسوله محمدا بحمل الهدى والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرشدنا بعلم الله إلى طريق الجنة وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه أبو داود: إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحق وافر. صدق النبي الحبيب الكريم المكرم والمحترم إلى معلمين لغة العربية ولجنة التحكيم وأعضاء اللغات العربية من المرحلة الأولى حتى الآن. أيها الحاضرون والمستمعون والمعلمون رحمكم الله، في هذه الفرصة السعيدة سأخطب خطبة واحدة أمامكم تحت الموضوع تكريم العلم. في قطع حديث واحد رواه أبو داود عن كثير بن قيس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحق وافر. العلماء جمع من العالم والأنبياء جمع من النبي وغرضهم متحد ومساو في إرشاد تابعهم إلى طريق الحق، إلى طريق يقربنا ويدلنا إلى الله تعالى عز وجل. وهم لم يورثوا المال والعرش لكنهم ورثوا نور الله، نور القلب، نور الفكر، أعني العلم في قلوبهم وأقوالهم وأفعالهم. فمن طلبه وناله فقد وجد الشيء الكريم العظيم الكبير. لماذا كذلك؟ لأن في الزمان القادم حدث مجادلة شديدة بين دوائر علماء بصرة عن العلم والمال أيهما أحسن وأفضل في الطلب، ولا أحد يستطيع الإجابة حتى يسأل إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ابن عباس رضي الله عنهما، فأجابه: العلم أفضل من المال. وحجته لأن العلم ميرة الأنبياء والمال ميرة الفرعون، ولأن الأنبياء أهل الجنة وفرعون أهل النار، ولأن العلم يعطى إلى المخلوق المختار الذي رحمه الله تعالى، والمال إلى أي شخص بلا ندر من هو، بل يمكن أن يعطى إلى من لا يرحم بأكثر من المرحوم. ولأن المال نطلبه ونجده في كل يوم من الأيام وكل شهر من الشهور وكل سنة من السنوات حتى يستقبل أجلنا مسؤول ومفتش ولو قليلا عن أي الكيفية طلبناه ومن أين وجدناه ولأي شيء وإلى أين نصرفه ونستفيده ولو كان حلالا. والعالم من كل الحديث من الأحاديث حفظه وأودعه في قلبه يفضله الله تعالى منه طبقة ودرجة في جنته تعالى عز وجل. فالواضح العلم أفضل من المال، فينبغي لنا ولعبد الضعيف والحقير أن يعظم ويكرم العلم أفضل وأثمن من اللؤلؤ. سيد محمد علي المالكي الحسني غفره الله تعالى يلبس لباس الجميل والمفتخر ليس لكي يفاخر ويكرم نفسه لكن لكي يفاخر ويكرم العلم في قلبه وجساده. ووقع الآن بين دوائر أغلبية مجتمع مختلف جدا. لباس الجميل والمفتخر يتطاير ويلصق في بدنه يصير مرضا واحدا من صفات السيئة قلبية، ونية واحدة تسبب الصفات القبيحة والتكبر بالعرف نفسه ودرجته عند الله تعالى عز وجل. نادرا ما نجد أغنى من الغني في الدنيا يتصاحب بالمسكين والفقير، فلذلك حيا ندخل العلم في قلوبنا بطريقة تعلمه وتكريمه
وحيا نكرمه ونعظمه لأنه أفضل من المال. فهذا فقط مني الفقير من العلم، وعفوا جزيلا على نفسي وخطي، وشكرا جزيلا على حسن الاهتمام. والنتيجة العلم يسعدنا في الدنيا والآخرة، والمال يشغلنا فيهما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.